ازيكم؟ فيديو النهاردة هنتكلم فيه عن أقذر شخص ممكن تقابله في حياتك، وإن النوع ده من الأشخاص موجود في العالم كله، وللأسف الموضوع ده بقى منتشر جدا. يعني احنا لازم نخلي بالنا من أطفالنا علشان ما يحصلش معاهم أي حاجة من اللي حصل للأطفال دي. ويلا عشان ما اطولش عليكم ندخل في الفيديو على طول ونعرف القصة ايه. ويا ريت قبل ما ابدا الفيديو يا ريت نعمل سبسكرايب للقناه ونفعل زر الجرس عشان يوصل لكم اي جديد انا بعمله، ويا ريت لايك وتعليق محفز عشان استمر واقدر اكمل. الشخص اللي احنا هنتكلم عنه النهارده للاسف مصري، وكان عايش في دولة الكويت. احنا بنتكلم فعلا عن شخصية أرعبت دولة الكويت كلها. تخيلوا ان هو أخد أغرب حكم في تاريخ الكويت لحد الآن. في سنة 2006 في منطقة حويلي جه أغرب بلاغ للشرطة، وكان من أهل طفل صغير اسمه محمد. والبلاغ دوت ان في شخص اغتصب ابنهم بطريقة وحشية. محمد كان نازل يشتري شوية طلبات لأهله. المهم قابل الشخص دوت، والشخص ده قال له أنا عاوزك تساعدني لاني مش قادر اشيل الاكياس. فحب ان هو يساعده بكل براءة ودخل معاه البيت، فرفع عليه سكين وقال له ان انت لازم تطلع معايا فوق واوعى تعلي صوتك. فالطفل خاف منه جدا وبالفعل طلع معاه فوق على السطح. وبعد ما خلص اللي عمله دوت قال للطفل اوعى تنزل ورايا، تنزل هنا من بعد ساعة. فالطفل فضل خايف وقاعد اكتر من ساعة لحد ما الراجل ده مشي وبعد خالص، وبعدين روح لأهله وحكى لهم كل حاجة حصلت، واتصلوا بالشرطة. والشرطة حاولت ان هي تاخد المواصفات بتاعته من محمد، وفضلوا ان هم يدوروا عليه لكن للأسف بدون اي فايدة. وبعد اسبوع حصل نفس الكارثة مرة تانية لطفل عنده 6 سنين بنفس الأحداث. وبعد يومين جه بلاغ تاني للشرطة بنفس الأحداث لطفلة صغيرة، وابتدت البلاغات تكتر وتكتر. والموضوع دوت قلب دولة الكويت كلها، وبقوا خايفين جدا على أطفالهم، ومن كتر الخوف ما بقاش حد فيهم بيطلع عياله خالص من البيت. وفي الفترة الصغيرة ديت وصل عدد البلاغات أكتر من 18 طفل. والشرطة بعد ما عملت التحريات بتاعتها اكتشفت ان اللي بيعمل الحاجات ديت مش عصابة ولا حاجة، ده شخص واحد بس. وفي الوقت دوت أطلقوا عليه اسم وحش حويلي. وبعد كده الشرطة ابتدت ان هي تعمل تحريات كتير وتسأل الأطفال عن شكله، وابتدوا ان هم يدوا له مواصفات ليه قريبة منه جدا، وابتدوا ان هم يرسموا ليه رسمة قريبة منه. والشرطة فضلت كتير جدا بتدور عليه لكن برضو للأسف ما كانوش بيلاقوه، وقبضوا على ناس كتير جدا لكن ما بيطلعش منهم وبيطلعوهم إفراج. ويصادف يوم ان أخو محمد الكبير كان ماشي في الشارع وشاف شخص بنفس المواصفات اللي كانت في الصورة التوضيحية، فلقاه معاه طفل صغير كان عمال يعيط بطريقة جامدة جدا. فراح سأله وقال له هو الطفل ده بيعيط ليه؟ فقال له مفيش. فهو شك فيه اكتر لان هو اتكلم باللهجة المصرية، فراح قال له هو انت وحش حوالي؟ فراح بصله كده وخاف وجري. ففعلا اتأكد اخو محمد ان هو ده وحش حوالي. اخو محمد قرر ان هو يروح للشرطة عشان يبلغهم اللي حصل. وبعد شوية او بعد ساعة تقريبا جالهم بلاغ ان في طفل تم اغتصابه. فالشرطة عرفت ان هو موجود في نفس المنطقة، ولكن للأسف ما لقوش ليه اي اثر. وبعد شهر تقريبا وصل للشرطة بلاغ ان هم لاقيين شخص بنفس المواصفات اللي هم كانوا قايلين عنها. الشخص اللي قدم البلاغ كان بيقول لهم ان في شخص بنفس المواصفات اللي انتوا بتقولوا عليها ومصري برضو شغال في نادي رياضي جنبنا، بس كان بيصدر منه حاجات مش كويسة. ولما الشرطة راحت النادي الرياضي ده لقيته ان هو مطرود من زمان، فقرروا ان هم يطلبوا منهم اي صورة او اي حاجة يشوفوا بس هو فعلا الشخص اللي بيدوروا عليه ولا لا. وفعلا لقوه ان هو نفس الشخص اللي كان في الصورة التوضيحية، وهو حجاج السعدي. وعرفوا ان هو قاعد مع عمه في نفس البيت. ولما راحوا عند عمه لقوا ان حجاج لامم كل هدومه ومفيش حاجة تخصه موجودة، وان هو راح على المطار علشان يرجع مصر. والشرطة بلغت امن المطار بسرعة عشان ما يسافرش، وبالفعل قبل ما الطيارة تطلع كانت الشرطة هناك وبالفعل قبضوا عليه. وبعد ما الشرطة قبضت عليه انكر كل حاجة كان هو بيعملها، والشرطة لاحظت ان هو مختل عقليا، ففضلوا يضغطوا عليه لحد ما اعترف، لكن هو ما كانش عارف عدد ضحاياه. واتحكم عليه حكم من اغرب انواع الاحكام اللي ممكن تشوفها. اتحكم عليه بالاعدام 5 مرات وبالمؤبد 3 مرات.
وفي سنة 2013 بالفعل حكموا عليه بحكم الإعدام، وكان قدام الناس علنا علشان يكون عبرة للناس كلها. وبس كده. ولو عجبتك حلقتنا ياريت نعمل سبسكرايب للقناة ونفعل زر الجرس عشان يوصل لكم أي جديد، وياريت لايك وياريت تعليق محفز عشان أقدر أستمر وأكمل. والسلام عليكم ورحمة الله. 8/2/2007 بدائرة مخبر شرطة الجابرية محافظة حولي. 1. خطف المجني عليها البالغة من العمر 6 سنوات عن طريق القوة بقصد هتك عرضها. أصدرت محكمة الجنايات حكما حضوريا بمعاقبة المتهم حجاج محمد عادل السعدي بالإعدام شنقا، وذلك عما أسند إليه من اتهام.